السلام عليكم أحلى ناس وأحلى متابعين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفات سهلة وجميلة جدا. املي تلاجتك بأفكار اقتصادية للفطار وللعشاء، وكمان هنفرز شوية حاجات كده هتنفعنا في البيت بدل ما تخرجي تشتريها بالغالي من بره. اعمليها في البيت. وعايزه اقول لكم الافكار دي لذيذه ومغذيه، حاجه كده في منتهى الجمال. يعني هترتاحي من الفطار والعشاء. تابعي الفيديو للنهايه يا قمر، ولايك وشير وتم. وكل الحاجات دي هتجهزيها في ساعه واحده بس، وهترتاحي بعد كده. تابع الفيديو للنهاية ولايك من ايديك الحلوة لو لسه ناسية اللايك، ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الناس اللي بتتفرج من غير ما تدوس لايك شايفاكي يا قمر يلي ما دوستيش لايك. يلا دوسي لايك بسرعة عشان نبتدي نعمل مع بعض وصفة النهاردة، لانها بجد هتعجبك جدا جدا. تابع الفيديو للنهاية لان الفيديو مليان افكار كتير. هو الفيديو طويل شوية بس عاملالك برضو اكتر من وصفة، مش وصفة واحدة بس، يعني وصفات كتير في فيديو واحد بس. اظن ان مفيش اسهل من كده طريقة. تابع الفيديو للنهاية ويلا بينا. مبدئيا الطحينة اللي احنا بنشتريها من بره غالية جدا، هنعملها في البيت. كوباية من السمسم وهنسخنها على النار، يعني يا دوب تدفع حاجات بسيطة كده. تمام. بعد ما سخنت كوباية السمسم، طبعا ما ضفناش اي مادة دهنية خالص في الطاسة. بنفس كوباية السمسم هنضيف كوباية من الدقيق وهنسخنها برضو هي كمان. تمام كده. يا دوب بنشيل الرطوبة بتاعتها بس. وبعد ما سخنا الدقيق هننقله هو كمان في طبق على جنب. وتعالوا بقى نحضر الخلاط بتاعنا. معانا زيت. تمام. الزيت هنا حسب ما نشوف هنحتاج قد ايه زيت. ممكن نحتاج من كوباية لكوباية ونص. هنضيف مبدئيا كوباية زيت بنفس المعيار اللي عايرنا بيه السمسم والدقيق. تمام كده. يعني كوباية زيت، كوباية سمسم، كوباية دقيق. والزيت زي ما قلتلكوا ممكن يزيد عن كده. مبدئيا هنصحن السمسم معانا في المصحنة بتاعة التوابل، لاني انا حباه يبقى ناعم في الوصفة لغاية ما ينعم ويبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. وهنا بقى دور المصحنة خلص لغاية كده. تعالوا بقى نجهز شفشق الخلاط. وهنحضر شفشق الخلاط وهنضيف فيه نص كوباية من الزيت. وهنضرب الزيت الأول في الخلاط لغاية ما يديني اللون الأبيض اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. والسر هنا ان الطحينة عمرها ما هتفصل معاكي عشان انتي ضربتي نص كوباية الزيت كده. تمام كده. بعد كده هتضيفي شوية كده صغيرين من السمسم. تمام. تخلطيهم مع الزيت وتضربيهم في الخلاط ضربة كويسة جدا بالمنظر ده ما شاء الله. تمام. بعد كده هنبتدي بقى تدريجيا نزود شوية سمسم مع شوية دقيق مع شوية زيت ونضرب في الخلاط. تمام كده. عايزة اقول لكم طريقتها سهلة جدا جدا في منتهى السهولة. يعني كلنا موجود عندنا الدقيق والسمسم من احتياجات البيت برضو والزيت، فايه اللي يخلينا نشتريها من بره نعملها في البيت. هنا بقى المكونات تقلت معانا ومش راضية تمشي، نزود زيت. وهنا معاكي بقى الزيت لغاية كوباية ونص، كوبايتين، حسب ما تشوفي القوام معاكي انتي اللي شغالة في الخلاط وانتي اللي بتضربي وانتي اللي عارفة قوام الطحينة. بتبان في ايديكي يا قمر. بتقلبي كده بس بمعلقة في قلب الخلاط عشان نمشي الدنيا معانا. تمام كده. وبعد كده بتاخدي الخلاط والمكونات اللي في قلبه وتضربيها ضربة كويسة. ونشيل بس الغطا بتاع الخلاط الصغير ده عشان نضيف الزيت من فوق كده تدريجيا. هنضيف الزيت. تمام. لما نلاقي المكونات مش راضية تمشي معانا، تعالوا هنا من فوق القوام تقيل قوي، هضيف شوية زيت كمان اهو بالمنظر ده. تمام كده لغاية ما الاقي القوام المطلوب اللي انا حباه. عايزة اقول لكم قوامها تقيل جدا لسه، بس انا حباها كده. انت ممكن تزودي زيت براحتك. تمام. يعني هي كل ما تضيفي لها زيت كل ما القوام
بيخف معاكي شويه بشويه. وضفت لها برضو رشه ملح صغيره عشان ما تبقاش دلع معايا، تبقى ملحها مظبوط. تعالوا بقى نشوف الطحينه. ما شاء الله، كوبايه السمسم وكوبايه الدقيق، كوبايتين الزيت عملوا معانا ما شاء الله كميه كبيره، حوالي كيلو. شوفي بقى الكيلو ده كنت هتشتريه بكام وفي البيت عملتيه بكام؟ عايزه اقول لكم بنص التمن على طول، يمكن اقل كمان. شايفين ما شاء الله احلى طحينه دي ولا ايه؟ شايفين الجمال والحلاوه يا قمر؟ يلا بينا بقى نعمل مع بعض الوصفه التانية. هنعمل النهارده كفته الرز في الخلاط، الاقتصاديه جدا السهله السريعه. تمام كده. كل اللي عليك انك هتجيبي الرز وتنقعيه كده من بالليل للصبح، وتنشفيه بقى على فوطة، واول ما ينشف هتاخديه معاكي في قلب شفشق الخلاط ده كده وتصحنيه، هيسحن معاكي بكل سهولة. ممكن تعمليه في المصحنة اللي هي بتاعة التوابل. تمام. لغاية ما نعمل كده اللي هو دقيق الرز. تمام كده. بيتباع جاهز برضو لو انت حابة تجيبيه، بس احنا عملناه في البيت اهو، ما كلفناش حاجة. هنحضر مع بعض صدر فرخة حوالي ربع كيلو كده. تمام كده. والرز اللي معايا ده كوبايتين من الرز، يعني حوالي نص كيلو رز على ربع كيلو من صدور الفراخ. وهنقطع صدور الفراخ تقطيع صغننة جدا جدا عشان بس تمشي معايا في الخلاط، عشان بدل ما احنا يعني هنعمل شوية كفتة مش مستاهلين ان احنا نضربهم بره عند الجزار، فهنعملهم في البيت سهلين جدا. بس هتاخدي كل حاجة لوحدها كده في الخلاط تضربيها، وبعد كده بتجمعي المكونات على بعضها وتعجنيها. هناخد زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله صدر الفرخة معانا نعمناه كويس جدا جدا بالمنظر ده. متقلقيش هينعم معانا بكل سهولة، لان احنا مقطعينه تقطيع صغيرة جدا جدا كده. الفراخ بقت جاهزة معانا واتفرمت بكل سهولة. تمام. والرز ما شاء الله اهو. بعد كده معايا توم، فصين توم كده على بصلايه كبيره، ضفتهم برضو في قلب الخلاط. ودي بطاطايه كده متوسطه الحجم، خرطتها تخاريط صغيره جدا جدا برضو على قد ما اقدر عشان تتضرب معايا بكل سهوله في الخلاط هي كمان. والخضره بقى معايا شبت، بقدونس، كزبره، برضو هخرطها تخاريط صغيره جدا جدا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. بعد كده حضرنا بقى الحاجات اللي احنا هنضربها بقى في الخلاط. هناخدهم كده تدريجيا حاجة في حاجة كده ونفرمها. ده كده الثوم مع البصل. تمام. هحاول ان انا انعمه على قد ما اقدر في قلب شفشق الخلاط. كل ده كده في شفشق الخلاط ما شاء الله. شايفين؟ هبتدي بقى ان انا اضيف الخضرة فوق الثوم كده، وهضيف نص كوباية مية معايا عشان امشي الدنيا وعشان المكونات تبقى سهلة الضرب في الخلاط. مش كتير يعني، نص كوباية مية بس عشان المكونات تنعم معايا تماما، تبقى مفرومة، يعني كأنك فرمها في الكبة، بس احنا عملناها كده في الخلاط سهلة سريعة. وزي ما قلتلك لو لقيتي المكونات تقيلة معاكي زودي سنة مية بسيطة خالص، مش هتقول لأ. بعد بقى ما اتضربت معايا وبقت ناعمة بالمنظر ده، هبتدي ان انا اضيف البطاطس تدريجيا. دي بطاطساية متوسطة الحجم وخرطتها تخاريط صغيرة جدا جدا. تمام كده. بصوا ابتديت ان انا اضيف حاجة بسيطة بحاجة بسيطة عشان تنعم معايا بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. تمام ما شاء الله. كده ضربنا المكونات بتاعتنا. هنبتدي ان احنا بقى نضيف المكونات كلها كده في قلب بعضها، وبقى جاهز معانا الرز وصدور الفراخ والمكونات اللي ضربناها في الخلاط. هنضيفهم كلهم كده في طبق كبير او في بولة واسعة كده. تمام. عايزه اقول لكم الطبق اللي معايا ده ب10 جنيه من ضمن مشتريات المطبخ، جميل جدا، بينفعني في المعجنات، ولما اكون هعمل كيكه بيبقى حلو قوي قوي. ضفت كل المكونات كده. هضيف معلقه كبيره من توابل الكفته ومعلقه كبيره من الفلفل الاسود. تمام كده. ومعايا برضو كمون ناعم وملح حسب الرغبه.
بعد كده هتهرسي المكونات كده بايدك، هتخلطيهم كده ببعض، يعني هتعجنيهم عجنة كويسة لغاية ما يشكلوا معاكي عجينة الكفتة اللي احنا بنشتريها من بره. سهلة سريعة، عملتيها بنفسك في البيت اهو، مش مستاهلة ان احنا نخرج بره. هنا انا لقيت المكونات سايلة معايا شوية، فكنت محضرة معايا شوية كده من دقيق الرز، يعني شوية رز كمان طحنتهم وضفتهم لغاية ما المكونات تشربت السوائل معايا وما بقاش فيها اي سوائل. تمام كده. تعالوا بقى نصبع الكفتة مع بعض. دهنة بسيطة من الزيت، وهبتدي ادهن ايدي كده وادهن الصينية واخد صباع كده من الكفتة واشكله بالمنظر ده. تمام. تاخديه كده على بطن ايدك قطع صغيرة وتبتدي ان انت تشكليها، تتشكل معاكي بكل سهولة ما شاء الله عليها. عايزة اقول لكم سهلة جدا جدا ما شاء الله، وانا مش مصدقة ان انا عملت الكفتة في البيت اللي انا كنت بخرج اعملها بره. شايفين بقى ما شاء الله خلصت معانا، عملوا معايا كمية حلوة كبيرة. هبتدي ان انا نروح على عين البوتاجاز. وهنا عايزة اقول لكم ان كفتة الرز يفضل ان انتي لما تعينيها في الفريزر او هتعينيها في التلاجة تعينيها متحمرة، ما تعينيهاش عجين. تمام. يفضل كده، يعني على الاقل هتحفظي الكيس مثلا في الفريزر على قد الطبخة، هتقلي التقلية بتاعتك وتمام التمام، وتسبكي الطماطم وتطلعي الكيس بتاع الكفتة كده تسيبيه في قلب التسبيكة وتزوديه كده بالشوربة ياخد غلوة واحدة وتقفلي عليه النار، وهيبقى معاكي احلى شوية كفتة رز كده بالصلصة، وتعملي جنبهم شوية رز على شعرية. وادي يوم من الاكلات. يبقى احنا كده حضرنا مع بعض وصفة للعشاء اهو، اللي هي الكفتة ما شاء الله عليها. شايفين بقى ابتديت ان انا احمرها كده على الناحيتين، احمرت معايا جميلة قوي. عملت شكل كده زي كفتة داود باشا، وشكل صوابع الكفتة العادية اللي احنا عارفينها اهي ما شاء الله. شايفين طريقتها سهلة جدا ومبسطة، وعايزة اقول لكم جميلة جدا جدا، حاجة في منتهى الجمال. انا بلحق اعملها كده واعبيها واسيب حبة صغيرين للولاد ياكلوهم، والباقي بقى تشيليه في علب وتشيليه بقى في التلاجة. جميل جدا. تشيليها في الفريزر برضو جميلة جدا، بس هي هتقعد معاكي في التلاجة لمدة اسبوع او 10 ايام مش اكتر من كده. لكن لو هتقعديها اكتر من كده يفضل انك تشيلها في الفريزر. تمام كده ما شاء الله عليها جميلة اوي اوي وفي منتهى الجمال. هتحفظيها اهو في علبة، ولو ما عندكيش علبة زي كده زي ما قلتلك هتمشي في الاكياس اللي هي اكياس التخزين اللي احنا عارفينها. تمام يا قمر. ما شاء الله عملوا معايا العلبتين الحلوين دول، يعني طبختين اهو، والطبخة التالتة هنعملها بقى في نفس اليوم. شايفين ما شاء الله، يعني متستهونيش وتقولي دي كمية قليلة، لا والله مش قليلة، حلوة. ممكن تزودي جنبها بطاطس هتبقى حلوة اوي اوي برضو، تبقى في منتهى الجمال. تعالوا بقى نعمل مع بعض البطاطس. ازاي نخزن البطاطس اللي هتطلعيها على التحمير على طول عشان ما ناخدش وقت بقى في تقشير البطاطس، هتبقى سهلة معانا جدا. هتطلعي الكيس من الفريزر وتكوني مسخنة الزيت بتاعك وتحمري البطاطس على طول بدل برضو ما تشتريها من بره. فما شاء الله. تعالوا بقى نشوف البطاطس رخيصة جدا اليومين دول، كيلو ونص ب10 وب5 جنيه، والصغيرة 3 ب10. جميلة اوي اوي. عايزة اقول لكم الصغيرة دي عاملة 3 ب10، اللي هي بتتباع المفروض ان احنا نسلقها، بس هي مش هتقول لا. يعني الطريقة بتاعتي دي اي نوع بطاطس مش هيفرق معانا. تمام. صغيرة كبيرة مش هتفرق معانا. هقشر البطاطس. طيب الصغيرة دي مش هتنفع تقشرها بالسكينة عشان السكينة ممكن تشيل القشرة تبقى جامدة معاكي، لا هتقشرها بقى بالمقشرة. شايفين المقشرة هتقشرها معانا بكل سهولة، وبتشيل قشرة رقيقة جدا جدا، وما بتهدريش بقى من البطاطس، والبطاطس بتبقى معاكي في منتهى الجمال. بتحضري طبق وفيه مية وتقشري البطاطس وتضيفيها في الطبق اللي فيه مية، عشان طبعا كلنا عارفين ان البطاطس بتحمر فلازم تحفظيها في المية. وبعد ما تقشريها بقى كده هتبتدي ان انت تقطعيها
تقطيع سميكة شوية، يعني مش رفيعة قوي، تكون تخينة شوية عشان تستحمل التفريز، عشان احنا هنفرزها مش هنعملها في نفس الوقت. بتجيبي البطاطساية تقسميها 2 اهو، وبتخرطيها صوابع تخينة شوية زي ما احنا شايفين اهو. انا سبت كام واحدة كده عشان اوريها لكم. شايفين ما شاء الله اهو. تقسميها على 2، وبعد كده كل جزء تعمليه صوابع كده، 4 صوابع 5 صوابع حسب حجم البطاطساية معاكي. وزي ما قلتلك حجمها بيكون تخين شوية او سميكة شوية. البطاطس دي بقى من اجمل التفريزات اللي بحبها جدا جدا جدا. ممكن تكوني صاحيه مستعجله عايزه تخرجي على طول، فهتطلعي يا دوبك هتسخني شويه زيت وهتطلعي البطاطس من الفريزر تحمريها، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، سهله جدا جدا، تتحمر بكل سهوله، وتاخدي معاكي سندوتشين بقى وانت خارجه بدل ما تشتري من بره. يبقى انت كده عملتي البطاطس في البيت، جميله جدا جدا وسهله، وتعبي يوم وارتاحي باقي الشهر. يعني انت ممكن تعملي حوالي 6 كيلو في الشهر مرة مثلا. انت ممكن كل يوم مش هتفطري بطاطس، يعني ممكن تعملي حاجة تانية، فهتبقى معاكي في منتهى الجمال. بعد بقى ما قشرناها كده وبقت جاهزة معانا وقطعناها، حلة على النار وفيها معلقة كبيرة من الملح، تمام، ومعلقتين كبار من الخل، ويكون المية بتغلي. اهم حاجة شايفين المية بتغلي قد ايه؟ تمام كده. وبعدين هنبتدي ان احنا نضيف البطاطس بتاعتنا، تاخد غلوتين 3 كده على النار، يعني تعدي على ايدك حوالي 7 دقايق ل10 دقايق، مش اكتر من كده. طبعا انا ضفت حلة كبيرة شوية عشان تاخد معايا كمية البطاطس كلها. تمام كده يا امارات. ضفت بقى البطاطس كلها، وهبتدي ان انا اسيبها كده لغاية ما تاخد غلوتين 3 على النار، وهتاخد معايا من 7 ل8 دقايق. طيب لو انا حابة اختبرها، هنجيب البطاطاية كده ونكسرها يمين وشمال، لو زي ما هي ما اتكسرتش يبقى كده لسه بدري. تمام بالمنظر ده اهو. بصوا البطاطاية رايحة وجاية معايا اهي مش بتتكسر، يبقى لسه شوية، هنسيبها شوية كمان. لازم البطاطاية تتقطم معاكي، اول ما تعرفي ان البطاطاية اتقطمت معاكي يبقى كده القوام المظبوط اهو. ما شاء الله من حين لاخر بديها تقليبه وامسك البطاطايه اختبرها. هنا البطاطايه اتكسرت معايا، يبقى هنا هو ده الصح المظبوط اهو. بصوا واحده كمان اتكسرت اهي. خلاص كده البطاطس بقت جاهزه معانا، هنطفي عليها النار في الوقت ده. خلاص ما تزوديش على النار عشان ما تبقاش مسلوقه، لان احنا هنا بنديها نص سوا. تمام ما شاء الله. بعد كده هنحضر معانا ميه متلجة، يعني ميه تكون فيها مكعبات تلج بالمنظر ده، وهنصدم البطاطس على طول عشان نوقف السوا بتاعها عشان ما تستويش. هناخدها من الميه السخنة نضيفها في الميه المتلجة على طول عشان نوقف التسوية بتاعتها. تمام كده. تابعي الخطوات عشان تطلع معاكي احلى بطاطس. شايفاه ما شاء الله. بصدمها يعني صفيها خالص خالص من المية السخنة، وبعد كده اصدميها في المية المتلجة. طيب لو انا ما عنديش مكعبات تلج زي كده ومش محضرة مكعبات تلج، هتجيبيها تحت الحنفية، تصبيها في قلب مصفى وتشغلي الحنفية عليها لغاية ما البطاطس تبقى ساقعة. تيجي تلمسي البطاطس تلاقيها ساقعة كأنك خارجاها من التلاجة، متبقاش سخنة خالص، تبقى ساقعة تماما. تمام. واول ما تتأكدي ان البطاطس سقعت معاكي خلاص كده ما بقتش سخنة، وقفتي السوا بتاعها والتبريد بتاعها وبردتيها خالص وبقت ساقعة، تصفيها بقى في مصفى وتسيبيها بقى تحت مروحة تنشف على مهلها، او تحضري فوطة من فوط المطبخ. تمام. وتنشفيها تماما. تمام. السر هنا بقى في المية، لازم ما يبقاش فيها اي نقطة مية عشان ما تغمقش معانا وعشان تطلع معاكي في منتهى الجمال. يعني بصي بطسطايه بطسطايه كده، تحاولي ان هي ما يبقاش فيها اي نقطة مية.
بالطريقة اللي انت شايفاها دي ما شاء الله عليها. شايفة؟ ما تعمليش رصتين بطاطس على بعض عشان تطلع معاكي حلوة، هتعمليها بالمنظر اللي انت شايفاه ده. يا دوبك طبقة البطاطس ما يبقاش فيه بطاطستين على بعضهم، كل بطاطاية جنب اختها. وتعملي طبقة تانية من الفوطة بردك وتنشفيها من المية. وزي ما قلتلك لو مش حابة مرحلة الفوطة دي، انت هتفرديها على صينية مثلا كبيرة تحت المروحة من غير فوطة خالص، وسيبيها ساعتين 3 كده تحت المروحة تنشف. وبعدين تكملي باقي الخطوات اللي هنعملها مع بعض في الفيديو دلوقتي. لو هتعمليها زي كده زي ما قلتلك، هتحطيه طبقات على بعضها، وتبتدي ان انت تنشفيها من المية وما تخليش فيها اي نقطة مية. بعد ما نشفت معانا وما بقاش فيها اي نقطة مية، هنيجي ناخد طبقة طبقة كده من البطاطس، ونحضر صينية وعليها كيس. تمام. ونبتدي ان احنا نضيف معلقتين كبار من الزيت فقط لا غير. تمام. معلقتين كبار من الزيت على كل طبقة بطاطس، وتبتدي تغلفي البطاطس كلها. يعني يا ريت نتأكد ان معلقتين الزيت دول غلفوا كل بطاطاية كده لوحدها. وبرضو خطوة مهمة، ما تخليش بطاطاية تبقى فوق اختها. البطاطس هتفرديها كلها بالمنظر اللي انت شايفاه ده. تمام. بعد ما اتأكدت ان هي كلها كده اتغلفت بالزيت، هفردها عشان تاخد شكل الصينية بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده، عشان ما يبقاش بطاطاية فوق اختها بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. وهكذا هنبتدي ان احنا نجيب برضو كيس تاني ونضيفه فوق البطاطس، ونعمل طبقة كمان بنفس الطريقة لغاية ما نخلص البطاطس اللي معانا كلها. وخطوة مهمة، ما ينفعش ان احنا نضيف البطاطس على بعضها. تمام كده. هخلص بقى الكمية ونرجع تاني. وهنا وصلت لاخر طبقة من البطاطس، هضيف برضو عليها معلقتين كده من الزيت، واغلف البطاطس بيها ما شاء الله بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وابتدي ان انا افردها بقى كده عشان تبقى على قد الكيس كله، وكمان ما تبقاش بطاطاية فوق اختها بالطريقة دي. وهناخد بقى الصينية دي زي ما هي كده وندخلها الفريزر تتجمد معايا لغاية ما تتجمد تماما. يعني انا عايزاها تتجمد لغاية ما تبقى متجمدة كده ومفيش بطاطاية تكون مش متجمدة. هتاخدي الصينية زي ما هي كده تزقها في الفريزر وتطلعيها متجمدة. تمام. هنا انا بوريكم طبقات البطاطس بعد ما خلصتها. هدخلها بقى تتجمد في الفريزر ونشوفها بعد 5 ساعات على الاقل. يعني بعد 5 ساعات ما اتجمدت معانا بالمنظر ده، هنيجي بقى نفك البطاطس معانا. بصوا مفيش بطاطاية لازقة في اختها، ولو في تلجة لازقة ولا حاجة فكها بايدك هتتفك بكل سهولة، لان احنا ضفنا لها المادة العازلة معانا اللي هي معلقتين الزيت. تمام كده. هنبتدي ان احنا نفككها من بعضها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده ما شاء الله عليها. تمام. ونحضر بقى اكياس من اكياس التخزين دي ونضيف فيها البطاطس. طيب لو انا مش حابة ان انا اضيف البطاطس في اكياس التخزين دي عشان ما تعمليش عندك زحمة في الفريزر، هتشيل الكمية كلها مرة واحدة في كيس واحد عادي، وهتفتحي وكل ما تحتاجي هتفتحي الكيس تاخدي منه حبة على قد استخدامك وتربطي الكيس وترجعيه تاني الفريزر، وهكذا. هتبقى طريقتها سهلة جدا. وكده برضو ما عملتيش اكياس كتير ولا حاجة ومبوظتيش الدنيا ولا اي حاجة. وممكن تعملي زي ما انا هعمل كده، كل كيس على قد الايه، على قد البطاطس اللي انت هتعمليها، على قد رصة البطاطس، على قد رصتين البطاطس زي ما انت عايزة. مش هتاخد منك مكان ولا وقت برضو ولا اي حاجة. انت هترصي البطاطس على بعضها طبقات كده على بعضها، اكياس على بعضها في الفريزر، مش هتاخد مكان معاكي خالص خالص. وطريقتها سهلة جدا جدا ما شاء الله. وعايزة اقول لكم بقى بالليل بقى في العشاء ساعات كده نبقى واكلين مثلا ولا حاجة، عاملين الغدا في العصر كده ولا حاجة، ونيجي بقى بالليل قوي بعد العشاء عبال ما نجوع كده الساعة 1 2 بالليل،
تروحي ممكن تطلعي برضو كيس بطاطس ولا حاجة تحمريه ورغيف عيش تقمريه، وكده اتعشيتي برضو عشوة خفيفة حلوة جنب كوباية شاي حلوة برضو جميلة قوي ما شاء الله. عبيت الأكياس دي من 6 كيلو بطاطس. عايزة اقول لكم انا جايبة ال6 كيلو دول ب20 جنيه، يعني جايبة ال3 ب10. ممكن تجيبي البطاطس اللي هي غالية شوية عادي. فما شاء الله عملوا معايا 10 أكياس، فوقف عليا الكيس ب2 جنيه فقط لا غير. شايفين ما شاء الله. هتحفظيهم بقى على بعض كده في الفريزر، مش هياخدوا مكان معاكي بالطريقة اللي انت شايفاها دي. وطريقتها سهلة جدا وموفرة في الزيت، احسن من اللي هي البطاطس النص مقلية. تمام. وبكده نكون خلصنا تفريز البطاطس. ما شاء الله عليها سهلة وبسيطة وما خدتش مني اي وقت ولا مجهود. بس سامحوني على طيلة الفيديو لاني انا بشرح لكم الطريقة بالتفصيل. تمام كده. تعالوا بقى نعمل مع بعض كيكة كده بحجم عائلي برضو تنفعنا كل يوم الصبح كده في الفطار. خرطة كيكة مع شوية شاي حلوين كده او شوية لبن ونفطر الصبح. هنعملها بحجم عائلي. هنحضر الصينية مبدئيا الاول وندهنها دهنة بسيطة كده من الزيت. تمام. الجوانب والارضية وكل مكان في الصينية. ودي اكبر صينية معايا، يعني الطقم 3 صواني. انا استخدمت الصينية الكبيرة. وهنستخدم 4 من البيض. تمام كده. هنحضر حلة معايا وهنضيف الدقيق زي ما احنا شايفين. 5 أكواب كبار من الدقيق. ادي اول كوباية. تمام كده. ادي 3 4 5 6 7. تمام. هنا الكوباية بتاخد معايا 7 معالق. اخدت في كل كوباية 7 معالق واستخدمت 5 كوبايات بالكوباية دي. تمام كده. يعني حوالي كيلو الا ربع دقيق، لان اللي معايا ده كيلو دقيق وفاضل منه حبة صغيرة، فكده يعتبر معايا كيلو الا ربع من الدقيق. هنحضر مبدئيا البيض الاول. 4 بيضات. هنكسر ال4 بيضات كده في طبق او في بولة كبيرة. تمام. هنشيل بس القشر كده اللي وقع على البيض. وهنحضر مع بعض كيس من الفانيليا. ممكن تزودي كيس فانيليا كمان. صراحة انا ما كانش عندي فانيليا بزيادة فضفت الكيس اللي كان موجود عندي في الوقت ده. تمام. وادي ال4 بيضات بعد ما ضفتهم برضو هما كمان هنبتدي ان احنا نضيف عليهم. ادي اول كوباية من السكر ونص كوباية كمان من السكر. ما شاء الله. وهنا السكر حسب الرغبة، يعني انت ممكن تزودي السكر لغاية كوبايتين كوبايتين الا ربع زي ما انت عايزة. هنخلط بقى السكر مع البيض مع الفانيليا كويس جدا جدا. انا هنا ما كانش معايا المضرب، ما كنتش لاقياه، بس اتصرفت وعملتها بالمعلقة لغاية ما اداني اللون الابيض اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. بعد ما خلطنا السكر مع البيض مع الفانيليا ما شاء الله هبتدي ان انا احضر الزيت. تمام كده. نفس الكوباية بتاعت الدقيق هنضيف فيها الزيت برضو. هنعير الزيت معانا. تمام كده. ادي كوباية من الزيت وضفت كمان نص كوباية. كده كده استخدمت كوباية ونص من الزيت. وهنقلب المكونات كويس جدا. تمام. لغاية ما يدونا لون ابيض فاتح كده ويعملوا معانا زي فوم كده بالمنظر ده. في الوقت ده بقى هكون محضرة الدقيق معايا. وطبعا الدقيق تكوني نخلتيه كده 2 3 عشان هو اللي بيساعد الكيكة تبقى هشة معانا وجميلة وبيخليها تبقى حلوة معانا. وبرده معايا اللبن يكون سخن جدا. اللبن تمام. الكيكة دي محتاجة لبن يكون سخن جدا. عايزة اقول لكم من سخونية الكوباية معايا مش قادرة استحمل، يعني سخونية جامدة جامدة، يعني يا دوبك غليته وطفيت عليه النار وهستخدمه على طول في الكيكه اهو. بصوا سخن جدا على ايدي، بس صبيه وقلبي بسرعه بسرعه عشان البيض ما يلحقش يستوي. ما شاء الله بالمنظر ده. ضفت كوبايتين من اللبن وهقلب بسرعه جدا جدا. ايدك تكون بسرعه. تمام. عشان ما يلحقش اللي هو يسوي البيض معانا. وبعد كده هحضر بقى الدقيق. انا عايزه اقول لكم نخلت الدقيق 2 3 الاول، ودي يعتبر المرة الرابعة معاكم وانا بعمل الكيكة كمان اهو. بنخله بالمنظر ده.
تمام كده. هبتدي ان انا انخله. بعد ما خلصته هضيف فوق الدقيق اللي هو كيس البيكنج باودر، تمام، او الكيك شيف حسب المتاح عندك وحسب الموجود عندك، سواء كيك شيف او البيكنج باودر. وهنا انا بكمل باقي كمية الدقيق برضو، ضفت نص كمية الدقيق وضفت البيكنج باودر، وبكمل بقية الكمية وبنخل الدقيق معايا برضو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هنبتدي ان احنا نخلط بقى المكونات على بعضها على اتجاه واحد بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، تمام، عشان تطلع الكيكة معاكي هشة وما تطلعش هابطة منك. لازم تلفي على اتجاه واحد. تمام. هنا الدقيق برضو ببتدي ان انا اضيفه تدريجيا، شوية دقيق واقلب وشوية دقيق واقلب لغاية ما احصل على القوام المطلوب. تمام كده، لغاية ما الاقي قوام الكيكة خط طاول رفيع كده مش بيتقطع، ده القوام المظبوط. تعالوا بقى نحضر الفرن مع بعض. تمام. هنشيل بس هنولع الارضية بتاعة الفرن، سامحوني لان الفرن ده مش عارفة اشغله، كنت اول مرة اشغله اساسا. تمام. ابتدي ان انا افتحه من هنا. بص الفرن كان معصلج معايا والله، ما كانش راضي يتفتح لاني اول مرة ان انا اشغل الفرن ده. فهنا شلت الصاجة دي خالص خالص، وهبتدي ان انا اولعه بقى من هنا. ولعته الحمد لله من الارضية، حتى الارضية بتاعته غريبة الشكل والله، الفرن ده ما عجبنيش، بس يلا الحمد لله فرن البوتاجاز. كان لسه اول تجربة للفرن، يعني نصيحة ما تجيبوش نوع البوتاجاز ده، ما عجبنيش خالص. هنسيبها تسخن قبلها ب5 دقايق. تمام اهو ولعت الفرن يسخن، وفي الوقت ده هوريكم بقى شكل الكيكة ما شاء الله، خط طويل رفيع مش بيتقطع. شايفين جميلة ازاي؟ هبتدي ان انا اصبها بقى في الصينية اللي احنا محضرينها من البداية، مدهونة بالزيت من الجوانب والارضية، وبدرتها كده بمعلقة من الدقيق. شايفين ما شاء الله عليها. في الوقت ده طبعا كان الفرن سخن معانا وبقى جاهز. هنخبط الصينية كده خبطتين على الرخامة، وهندخلها بقى الفرن في الرف اللي في النص ما شاء الله اهو، وهتاخد معانا حوالي 40 دقيقة. تمام. مش هتفتحها عليها خالص غير لما تشم الريحة بتاعتها وتحس ان هي عليت معانا. هنا انا بتابعها كده من بره وببص عليها، حاساها ان هي لسه ما شاء الله. انا هنا قاعدة قدام الفرن اهو، بصوا ما شاء الله خدت معايا 40 دقيقة. حبيت بقى ان انا اختبرها. عايزه اقول لكم الفرن اللي معايا ده مالوش شوايه، فلو كان له شوايه كنت شغلت الشوايه احمرت شويه، بس للاسف هو مالوش شوايه وبيشتغل ارضيه بس. فهي استوت معايا، خدت معايا 40 دقيقه ما شاء الله. شايفين بقى ما شاء الله بعد ما خرجت من الفرن انا سبتها بردت 5 دقايق كده، وابتدي ان احنا نقطعها مع بعض ما شاء الله. شايفين؟ وتقدري برضو تحفظي الكيكه دي عندك في علب كده من علب التلاجة، وتشيليها في التلاجة برضو جميلة قوي قوي، كل يوم للفطار كده للولاد بتبقى تحفة ومنتهى الجمال، واخدة لون ذهبي من الأرضية، والوش ما شاء الله عليه برضو جميلة، مع اني ما شغلناش الشواية ولا حاجة. شايفين العلو بتاعها عالية وجميلة جدا جدا ما شاء الله عليها. يعني يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه، حاجة كده وهم، وعجبت الولاد جدا جدا. وانا عاملاها هنا بكمية كبيرة عشان اشيل الباقي في علبة في التلاجة، ينفعني كل يوم الصبح كده في الفطار. كوباية لبن دافية، كوباية حلبة، كوباية ينسون، وجنبها خرطة الكيكة، وكده انت فطرتي. وحاجة كده في منتهى الجمال وسهلة واقتصادية وجميلة جدا. تعالوا بقى نتعرف على نوع الجبنة الجميل ده، اسمها الذهبي تقريبا. بصوا خدوها سكرين كده، مش غالية خالص، الكيس بتاعها عامل حوالي 60 جنيه. تمام. انا كنت بجيبه ب40 الاول، دلوقتي بقى ب60 لان الدنيا غليت. الكيس نص كيلو ما شاء الله، جميلة جدا جدا. حاجة كده في منتهى الجمال. بصوا خدوه سكرين كده وصوروه وهاتوا منها. النوع ده حلو قوي وانت بتاكليها كده هي لبن خالص، تحس ان هي لبن خالص وطبيعية ومش غالية.
تعالوا بقى نجربها مع بعض برضو ونشوفها. من ضمن الحاجات اللي تنفع برضو في الفطار هقول لكم على فكرة حلوة. لو حابة برضو تفطري فطار سريع كده وخفيف، هتجيبي برضو الجبنة الموتزاريلا دي الجميلة. شايفين انا جايبة من حبي فيها، جايبة 4 اكياس، وهنا الكيس اللي انا استخدمته معاكم اهو، اللي استخدمته طلعت حلوة قوي. والتلات اكياس دول هشيلهم برضو في الفريزر، بينفعوني، بشتريهم كده من مشتريات الشهر. تعالوا نعمل مع بعض فكرة حلوة للفطار اهو. معانا زي ما احنا شايفين ما شاء الله رغيف عيش، وفتحنا كده رغيف العيش وضفت طماطمايه في قلبه متقطعة تقاطيع صغيرة، وقرن فلفل بقى حامي بارد زي ما انت عايزة. تمام، دي حاجة ترجع لك انتي. وبعد كده هتضيفي شوية جبنة ما شاء الله برضو كده، وكده عملتي حواوشي جبنة موتزاريلا جميلة في منتهى الجمال، سهلة وسريعة، وفطرتي أحلى فطار حلو سهل جدا جدا، مش مكلف. من ضمن برضو الأفكار بتاعة الفطار اللي موجودة في قلب الفيديو ما شاء الله. هناخد بقى رغيف العيش بتاعنا كده ونضيفه على النار، هو يا دوب هيسخن لأن الطماطم ما شاء الله برضو مش محتاجة، يا دوب الجبنة بس كده تسيح جوه رغيف العيش كده. ونشوفها بقى مع بعض. قلبنا كده الرغيف على الناحيتين، بصوا بصوا الجمال والحلاوة، حاجة كده وهم ما شاء الله. احلى رغيف عيش ده ولا ايه؟ الاكلة دي انا بحبها قوي قوي، بيبقى في قلبها الجبنة وفي قلبها الخضار وفي قلبها الطماطم، ومعاكي بقى رغيف العيش وخلاص، وما تزوديش عن كده. حلوة قوي انك تاكلي رغيف عيش وخلاص في خلال اليوم كله، عشان يبقى فطار اقتصادي وحلو. شايفين ما شاء الله عليها جميلة قوي قوي. بصوا بقى الجبنة بتمط كمان، انا مش مزودة الكمية، ما بالكم بقى لو زودتوها هتمط معاكي جامد. هختبرها لكم هنا كمان في قلب الطاسة، ده مش اعلان ولا حاجة والله، الجبنة دي انا شارياها بفلوس، بس عشان خاطر هي عجبتني قلت افيد متابعيني برضو وحبايبي، ما بخلش عليهم بالمعلومة. انا شارياها بفلوسي، مش حد مديهالي اعمل اعلان. تمام ما شاء الله. شايفين بقى اول بس ما بتشم ريحة النار كده بتلاقيها بتمط معاكي، وجميلة جدا جدا في منتهى الجمال ما شاء الله عليها، حاجة كده وهم. بصوا بصوا الجمال والحلاوة، بصوا بتمط قد ايه. حبيت اختبرها لكم لوحدها، وكمان عملناها في رغيف العيش، يعني حاجة كده جميلة قوي قوي، وحاجة اقتصادية وسهلة. والكيس عامل 60 جنيه، يعني الكيلو ب120، يعني انت هتجيبي الكيس نص كيلو ب60، مش غالية خالص. تمام، جنب جبن تانية بنسمع أسعار يعني خرافية كده. بصوا بقى جمالها في الساندوتش، وبصوا هي لوحدها، بصوا حاجة كده وهم ما شاء الله عليها، جميلة جدا جدا. الله الله على جمالها وحلاوتها ما شاء الله. جربوها بجد حلوة قوي. انا جبت منها عادي الكيس الابيض او الكيس اللي هو احمر ده، مش هيفرق معانا، جميلة قوي قوي. فهاتي ده او هاتي ده، جميلة جدا. وكده عملت لكم فكرة حلوة للفطار برضو جميلة هتنفعكم من سلسلة الفطار الاقتصادي. تعالوا بقى نعمل مع بعض برضو معجنات اقتصادية كده للفطار، سهلة وسريعة برضو وجميلة جدا، وتتحفظ في الفريزر برضو هتبقى جميلة بعد ما تسويها. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، يعني لأغراض كتير زي ما انت عايزة. تمام، هنبتدي ان احنا نجيب الدقيق وننخله كويس جدا بالمنخل معانا. تمام كده، هتنخلي الدقيق كده، وبعد كده هتضيفي عليه كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف حسب الموجود عندك. تمام، انا هنا معايا كيس بيكنج باودر ضفته. وبعد كده هنحضر الخميرة، نص كوباية من المية الدافية وعليها معلقة ونص من الخميرة سواء البيرة او الفورية، مش هيفرق معانا، وعليهم حوالي معلقتين كبار كده من السكر. وهنقلب المكونات دي كلها كده في قلب بعضها، وهناخد شوية سكر كده نضيفهم على العجينة عشان تبقى مسكرة معانا، معلقتين كده من السكر، والسكر اللي معايا هنا ناعم جدا جدا، ورشة ملح صغيرة. تمام، وهنبتدي ان احنا ناخد معلقتين سمسم برضو صغيرين كده ننخلهم عشان لو فيهم اي شوائب او اي حاجة
تطلع معانا. وهنضيف السمسم فوق العجينة بتاعتنا. تمام. وهنبتدي ان احنا نضيف معلقتين كده من اللبن البودر، وممكن نستغنى عن اللبن البودر وتعجني العجينة بتاعتك باللبن. لو حابة تعجنيها، حابة تعجنيها بالمية، عجنيها برضو بالمية، حتى لو ما عندكيش اللبن البودر عادي. ومعايا مية دافية للعجنة. هنبتدي ان احنا نضيف المية تدريجيا. تمام كده، شوية مية صغيرين بشوية مية صغيرين لغاية ما نشكل العجينة معانا. وتقلبي هنا. دور المعلقة طبعا خلص معانا. هنبتدي ان احنا نضيف الخميرة برضو، ما شاء الله تفاعلت واختمرت معانا كده. هنضيف برضو الخميرة وهنزود شوية مية كمان. تمام بالمنظر ده. ونعجن. انت هنا العجينة بقى ملمسها بيبان معاكي. تضيفي شوية مية صغيرين وتعجني، وشوية مية صغيرين وتعجني. هتتعجن معاكي بكل سهولة، سهلة جدا بجد، تحفة. لغاية بعد كده هتبقي محضرة كوباية ونص من السمنة. تمام اهو زي ما احنا شايفين. هنعاير بالكوباية عشان نشوفها مع بعض. انا هنا يا دوب مفككة السمنة على النار. تمام. ايد بعجن بيها والايد التانية بصب بيها السمنة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ادي اول كوباية من السمنة. وهخلط العجينة لغاية ما العجينة تسيب من ايدي. تمام. ممكن لو حابة تزودي لها شوية سمنة كمان زودي، بس كوباية السمنة حلوة يعني، هي مش محتاجة ازيد من كده. وطبعا لو في حد قال لي طب انا مش عندي سمنة، عادي اعجنيها بزيت، مش هتقول لا برضو. هنا انا لقيت العجينة بتلزق معايا شوية، فاحتجت ان انا ازود لها حوالي كوباية كمان من الدقيق. لازم العجينة ما تكونش بتلزق في ايدينا، لازم تسيب من ايدينا تماما. هتعجني لغاية ما العجينة تسيب من ايدك خالص. لو لقيتيها بتلزق هتزودي شوية دقيق. تمام. يعني كده استخدمنا كيلو وربع من الدقيق. وبعد ما العجينة ما شاء الله ما بقى ملمسها ناعم ومش بتلزق معانا، ضفت كده معلقة من الزيت في أرضية الصينية، ومعلقة من الزيت كده في ايدي عشان ألم العجينة بس، وعشان وشها يلمع معايا. تمام. وبقت جاهزة معانا ما شاء الله عليها. بصوا حلوة جدا جدا ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال. هنسيب بقى العجينة على جنب تختمر. وعشان تختمر بسرعة هنحضر يكون معايا حلة كده فيها شوية مية بتغلي، وعليها الصينية اللي عليها العجين. وهنغطي العجينة كده بغطا، وفوق الغطا غطيه بقى بفوطة مطبخ او بملاية صغيرة عندك كده، او بأي قماشة عندك. تمام. وهتاخد معايا خمرة 10 دقايق، لاني انا هنا ضايفه لها مية مغلية عشان تختمر بسرعة. تمام كده. بعد كده هنبتدي ان احنا نشكل العجينة بتاعتنا. ما شاء الله حجمها تضاعف، بقت معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حجمها بقى كبير جدا معانا، شايفين ما شاء الله عليها. هنهبط الخمر بتاعها كده، ونبتدي ان احنا ناخد بقى العجينة ونشكلها. معايا هنا للحشو بتاعي عجوة كده بتتباع جاهزة. تمام. هي بتتباع جاهزة، قطعتها بقى تقطيع صغيرة كده بالسكينة. وبقيت اخد كل كورة من العجين وافتحها كده من النص، وهضيف فيها قطعة من العجوة. تمام. واشكلها بالمنظر ده كده، واضيفها في قلب الصينية، شايفين. وطبعا الصينية انا ضفتها فوق برضو الحلة اللي فيها مية سخنة، عشان القرص بتاعتنا تختمر مرة كمان قبل ما نسويها في الفرن، عشان تبقى معانا هشة وجميلة جدا. يعني احنا كده هنسيبها تختمر مرتين، مرة بعد ما عجناها، ومرة تانية بعد ما شكلنا العجينة. تمام. بعد ما شكلت العجينة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله، هبتدي بقى بأول صينية خالص انا مشكلاها معايا اسويها بقى في قلب الفرن. ما شاء الله حجمها تضاعف معايا. تمام كده. طبعا لو لقيتيها لسه محتاجة تختمر شوية كمان، هتبتدي ان انت تغطيهم. لكن عايزة اقول لكم اول صينية ما شاء الله اختمرت معايا، اللي انا ضايفاها في الاول خالص عقبال ما خلصت تشكيل العجينة، كانت اختمرت معايا وبقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. بقى هبتدي ان انا اسوي اول صينية معايا. هكون مشغلة الفرن شواية وارضية في نفس الوقت. تمام. هنا الحمد لله كده غيرت
رجعت للفرن البوتاجاز بتاعي الجميل، عشان كنت طبعا عاملة في فرن تاني ما عجبنيش الفرن بتاعنا الجميل ده. بصوا هي احمرت كده من الارضية ما شاء الله. الصينية دي لسه شوية. انا كنت الاول مشغلة الارضية بس قلت لا انا هشغل شواية وارضية في نفس الوقت. عايزة اقول لكم احمرت معايا جميلة جدا. دخلتهم كده في الرف اللي في النص وشغلت شواية وارضية مع بعض وعملتهم معايا. وفي الوقت ده حضرت كوباية شاي عشان اكل لي بقى ايه قرصة كده معايا كده بكوباية الشاي الحلوة دي ما شاء الله. انا بحب اشرب الشاي من غير سكر لاني هكتفي بالسكر اللي موجود في قلب القرص. تمام. وبحبه شاي خفيف كده. وهنا برضو ابتديت ان انا بعد ما ضفت الصواني كده في الرف اللي في النص لقيتهم مش راضيين يحمروا معايا. قلت بقى انا هشغل الشوايه والارضيه في نفس الوقت وضفت الصواني كده في الارضيه. اللي تحمر من الارضيه اطلعها على الشوايه واللي تحمر من الشوايه انزلها في الارضيه. تمام. لغايه ما سويت كل القرص معايا بالمنظر ده. وطبعا كده كده انا بتابعهم معايا برفع كده بظهر المعلقه واشوف القرصه من الارضيه لقيتها ما شاء الله محمره معايا. بصوا هنا الشوايه شغاله اهي بوريها لكم وبرده مشغله الارضيه ما شاء الله. اول ما يخرجوا بقى من الفرن مباشره يا اما تحضري بخاخه كده يكون فيها ميه وتبخي كده على الصواني بتاعتك عشان القرص دي تبقى طريه معانا او تغطيها بفوطه. تمام كده ما شاء الله. شايفين كوبايه الشاي الحلوه القمر بتاعتنا دي. وخدي لك بقى قرصه حلوه كده افطري بيها. وكفايه السكر اللي انا ضايفاه في العجين والسكر اللي معايا برضو في قلب العجوه اللي داخل العجينه ما شاء الله. وعملت كوبايه الشاي من غير سكر خالص. وغمسي بقى يا قمر وسقسقي زي ما انت عايزه. وعملت فطار حلو جدا جدا وبرضو عشاء خفيف جدا. في ناس بتحب تتغدى بدري كده الغدا بتاعها مثلا بيبقى العصر ولا حاجه قبل المغرب. بيبقى ايه بعد العصر وقبل المغرب. ويجوا بقى بالليل قبل النوم كده جعانين تجيبي قرصة خفيفة كده وتعملي كوباية شاي وتفطري أو تتعشي. تمام. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكيكة التايجر الجميلة دي برضو من وصفات الفطار الحلوة اللي هتنفعنا برضو اللي بنحب نفطر بيها. بيضة واحدة بس. دي كيكة اقتصادية ببيضة واحدة بس. وهنضيف عليهم كيسين من الفانيليا وضفت كمان كوباية من السكر. تمام كده. ونص كوباية من الزيت. وهندوب المكونات كلها في قلب بعضها. الحمد لله لقيت المضرب بتاعي. وبعد كده ضفت كوبايتين من المية ومعايا نص كوباية كده من اللبن البودر. تمام. عشان هنا انا عجنتها بمية وهنا احتجت اضيف لها دقيق. ضفت 3 كوبايات ونص من الدقيق. وهنيجي نقسم المكونات بتاعة الكيكة بتاعتنا كده في كيسين من اكياس التخزين. تمام. والكيس ده هنربطه والكيس التاني هنضيف عليه معلقتين من الكاكاو ومعلقتين من المية وهندوبهم كويس جدا. تمام. وهنحضر صينية مدهونة بالزيت ومتبدرة بمعلقة دقيق. وهنضيف كده جزء من الابيض وجزء من الكيكة البني. جزء من اللي عليها كاكاو وجزء من البني عشان تطلع معانا تايجر في نص الصينية كده. وهي هتفرد نفسها بنفسها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله عليها حاجة كده في منتهى الجمال. شكليها بقى كده بشوكة او بالخلة بتاعة الاسنان وتكوني مشغلة الفرن قبلها ب10 دقايق وتدخليها على الرف اللي في النص. وهتاخد معانا 45 دقيقة وبقت جاهزة معانا. طبعا حسب الفرن بتاعك ما شاء الله ممكن عندك تاخد حوالي تلت ساعة بس ممكن تاخد نص ساعة. لكن انا الفرن بتاعي بعافية شوية فاخدت معايا ساعة الا ربع. وده شكلها ما شاء الله بعد ما استوت حاجة كده في منتهى الجمال. ممكن تشيليها في علب من علب التلاجة برضو عشان ما تنشفش معاكي وتطلعي كل يوم قطعة قطعتين كده على قد الفطار. تعالوا بقى نعمل مع بعض وصفة حلوة جدا برضو كده. نعمل مربى البطاطا. عمرك شفت مربى البطاطا؟ ايوه موجود مربى اسمها مربى البطاطا. جميلة ومغذية وسهلة واقتصادية والبطاطا رخيصة جدا جدا. عايزة اقول لكم البطاطا اللي حجمها كبير ده بجيب الكيلو ب5 جنيه يعني ال2 كيلو ب10 وساعات اجيبها 3 ب10 والله لو رحت السوق متأخرة شوية. تمام. ببتدي ان انا اقطعها اقشرها.
تمام، وغسلتها كويس جدا. سامحوني في الوقت ده التليفون وقع مني. بعد ما قشرتها وغسلتها كويس جدا ابتديت ان انا اقطعها مكعبات صغيرة جدا جدا على قد ما تقدري. تمام، قطعيها مكعبات صغيرة قوي قوي بالطريقة اللي انت شايفاها دي. بعد ما قطعتها مكعبات صغيرة معايا حوالي 2 كيلو من البطاطا. تمام، وبعد كده هضيف لهم عصرة ليمونة كبيرة بالمنظر ده. تمام، او لو الليمون اللي عندك صغير هتضيفي ليمونتين. شوفوا انا بعصر الليمونة بس في طبق تاني عشان اشيل البذر منها، وبعد كده ضفت عصرة الليمونة عليهم، ومحضرة السكر معايا. انا هنا مستخدمة 2 كيلو من البطاطا، هضيف لهم كيلو الا ربع من السكر. تمام كده، لو انت حباها مسكرة قوي ضيفي الكيلو السكر براحتك، وهنضيف عليهم كيلو من المية. تمام، يعني تغطي البطاطا كده من المية معانا، مش هتقول لا، يعني لو زودتي عن شوية مية كمان زودي. انا هنا ضفت كيلو من المية. بعد كده هنديها تقليبة حلوة، وهناخد بقى البطاطا بتاعتنا الجميلة دي كده، نغطي الصينية بتاعتنا كده بالغطا بتاعها، او لو ما عندكيش غطا غطيها بورق ألمونيا وارفعيها بقى على نار عالية مبدئيا. اول حاجة خالص على نار عالية جدا حتى الغليان، لغاية ما تلاقيها غليت، بتغلي قوي قوي. تهدي بقى عليها النار سهراية وتسيبيها لمدة ساعة على النار. طبعا على نار هادية. هتقولي ساعة كتير، لا مش كتير، انت مهديه عليها النار. هي غلت معايا اهي في الوقت ده. تمام، انا هنا بوريها لكم. ههدي بقى عليها النار سهرايه خالص، اهدى نار واسيبها لمده ساعه لغايه ما الاقي البطاطس كده، سوري البطاطا تبقى مهريه معايا كده، وتكون استوت قوي قوي قوي، وتكون كمان تشربت السوائل اللي هي فيها. بصوا الجمال. بصوا بقى في الوقت ده مفيش ملامح للسكر، السكر خلاص كرمل مع البطاطا. وجيت اختبرها لقيتها ما شاء الله كمية المية قلت جدا جدا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ما شاء الله عليها. خلاص هنبتدي ان احنا نطفي عليها النار بقى ونكمل بقية الوصفة بتاعتنا. شايفين بقى ما شاء الله عليها جميلة جدا جدا. تمام، ممكن تسيبيها حوالي 5 دقايق كمان على النار لغاية ما تبقى مهرية تماما بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده بقت مهرية معايا. بصوا انا هنا بقلبها، باجي اضغط عليها بايدي بتتهري معايا بكل سهولة كده، مهرية تماما. هبتدي ان انا اهرسها بقى بالمضرب. تمام، لو عندك هاند بلندر بقى يا سلام، هتسهلي كتير على نفسك. هتجيبي الهاند بلندر زي ما هي كده وهي سخنة عادي في قلب الصينية بتاعتها وتضربيها. حابة تصبري عليها ما تبرد وتضربيها في الخلاط برضو عادي. حابة تهرسيها بالمضرب زي ما انا ههرسها كده، ده المضرب العادي اهو، هتتهرس معايا بكل سهولة عشان هي سخنة جدا برضو. وفي نفس الوقت المضرب برضو اللي معايا ده ستانلس، مش هيأثر فيها ولا حاجة، هتتهرس معايا بكل سهولة وهتتشرب كل شفتوا السوائل اللي انتوا شايفينها دي؟ كل ما تهرسيها كل ما هتشرب السوائل، لان البطاطا كلها نشا، تبقى عبارة عن نشا خالص خالص خالص. تمام، بصوا بقى ما شاء الله جمالها وحلاوتها. كمية البطاطا بقى معانا اللي بتعملها مربى ما بتقلش وبتزيد وبتبقى حلوة قوي قوي وفي منتهى الجمال ما شاء الله عليها. بعد ما اتأكدت ان هي بقت ناعمة كده وجوسي معايا، انا بحب طعمها كده وانا باكلها، بتبقى مخرفشة معايا شوية، بتبقى خشنة شوية. انتي لو حابة تنعميها زيادة عن كده نعمي، يعني لو انتي بتحبيها ناعمة نعمي يا قمر، ما يهمكيش. تمام، لكن انا بحب طعمها كده، بحبها يعني تكون خشنة شوية زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. ما شاء الله بقى بقت جاهزة معانا. عبي بقى في برطمانات، ولو انت عاملة كمية كبيرة وخايفة عليها تبوظ في التلاجة ولا حاجة، هتعملي ايه؟ هتجيبي اكياس من اكياس التخزين دي وتعبي البطاطا في الكيس وتشيلها في الفريزر. تمام، لغاية ما تخلصي البرطمان اللي انت ضايفاه في باب التلاجة. وبعد ما تخلصي البرطمان اللي انت
سايباه في باب التلاجة. هتطلعي بقى البطاطا اللي انت شايلاها في كيس في الفريزر تفك معاكي، وبعد كده هتفضي الكيس في البرطمان وتشيليه برضو في التلاجة. هتقعد معاكي لمدة سنة لو هتحفظيها في التلاجة في الفريزر. لكن لو في التلاجة هتقعد معاكي من اسبوع ل10 ايام، مش اكتر من كده. بصوا بقى، قمرت رغيف العيش وخدت شوية بقى كده من البطاطا، ما شاء الله عليها. شايفين الجمال والحلاوة؟ احلى سندوتش مربى بطاطا، تحفة، جميل قوي قوي، ما شاء الله عليه، جميل. شايفين الجمال والحلاوة؟ تعالوا نعمل برضو من سلسلة المعجنات حاجة كده سهلة وسريعة برضو، مش تاخد مننا وقت ولا مجهود. تمام، معايا نص كيلو من اللبن، وضفت عليه معلقتين كبار من الخميرة، وربع كيلو من السكر. وطبعا اللبن يكون دافي معايا، وهندوب المكونات كويس جدا كده بالمضرب. تمام، وهنركنهم على جنب يختمروا. وفي الوقت ده هكون محضرة 3 كيلو من الدقيق. تمام، وعلى 3 كيلو من الدقيق ضفت كيسين كبار من البيكنج باودر، وضفت ادي اول كوباية من السمنة. طبعا انا ضفت سمنة على زيت، ضفت كوباية سمنة على زيت، يعني ضفت الاول كوباية سمنة ورجعت ضفت كوباية ونص زيت. وضفت كده الخميرة بعد ما اختمرت اللي كنت ضايفة عليها نص كيلو لبن. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف كوبايتين كمان من المية لغاية ما العجينة تتلم معايا وتبقى معايا بالمنظر ده. تمام كده، هغطيها بقى لغاية ما تختمر معايا. وبعد ما حجمها تضاعف واختمرت معايا هبتدي ان انا اقسم العجينة، وهاخد اول شكل كده من العجينة واشكله بالمنظر ده معايا برضو. ما شاء الله كده القرص العجوة دي كده فككتها في مية سخنة، وابتديت اخد جزء جزء كده من العجينة واعملها القرص نواعم الافران، واشكلها بالسكينة بالمنظر ده. تمام كده، تعالوا بقى ناخد جزء تاني من العجينة هنعمله على شكل الفينو عشان الولاد وهم رايحين المدرسة. تفرديها كده بشكل بيضاوي وتحشيها باللانشون. تمام، وتقفلي الجوانب وتلفيها اللور بالطريقة اللي انت شايفاها دي. شايفين بقى؟ ما شاء الله. هندخلها بقى تختمر مرة كمان، وبعد كده هتشغلي الفرن شواية وردية في نفس الوقت. انا هنا بقى سويت الكمية معايا كانت كبيرة فعملتها في فرن الخبيز الكبير، شغلت شواية وردية في نفس الوقت. ما شاء الله طلع معايا في منتهى الجمال. تعالوا بقى نعمل مع بعض برضو العيش بتاع البرجر اللي احنا بنشتريه غالي من بره، هنعمله في البيت بكل سهولة. نص كوباية من المية وعليهم معلقتين كبار من السكر. تمام، وعليهم ادي معلقة كده من الخميرة اللي هي الخميرة العجين، وربع معلقة كمان. تمام، يعني معلقة وربع من الخميرة البيرة او الفورية حسب الموجود عندك. تمام، مش هيفرق معانا. وضفت 4 معالق كبار كده من الزيت، ومعايا ملح برضو، هاخد رشة ملح صغيرة. تمام، وهنقلب المكونات كلها كده في قلب بعضها بالمضرب. تمام، بالطريقة اللي انت شايفاها دي. وهنا انا مستخدمة مية دافية عشان الخميرة تنشط معانا. بعد كده هنحضر الدقيق، هنضيف برضو كده شوية دقيق تدريجيا. انا هنا استخدمت حوالي نص كيلو من الدقيق، مش الكمية كلها اللي معايا. وهقلب واشوفها لو محتاجة دقيق تاني او لا، بس طبعا في الوقت ده مش هينفع ان احنا نعجنها خالص بالمضرب، لازم بقى نحسها كده بايدينا بملمس العجين بتاعنا كده، نحس العجينة بايدينا ونعجنها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي لغاية ما تلاقي العجينة كده ثابت من ايدك وبقت مش بتلزق تماما. ما شاء الله. هناخد بقى العجينة ونضيف عليها معلقة كبيرة كده من الزيت عشان يبقى وشها حلو معانا وما تشققش مننا خالص خالص. تمام كده، ونقلبها تقلبتين 3 كده. وبعدين هنبتدي ان احنا بعد ما عجناها وبقى ملمسها ناعم معانا، شايفين بقت ناعمة معانا وجميلة ازاي، هنسيبها على جنب كده تختمر. طبعا البولة اللي معايا دي مدهونة زيت، وبرضو وش العجين عليه زيت. وهنغطيها كده، هنضيفها في مية سخنة طبعا في صينية، وهنغطيها ونسيبها تختمر معايا لمدة
10 دقايق، مش هتاخد معانا اكتر من 10 دقايق لان احنا ضايفين مية سخنة تحتها عشان تختمر بسرعة. بعد كده هناخد العجينة بتاعتنا كده ونفردها كلها دفعة واحدة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، لان العجينة اللي معايا مش كتير، هي نص كيلو بس. وهنبتدي ان احنا نشكلها بالطريقة اللي انت شايفاها دي. تقطعيها بقى بالسكينة كده كل شكل، وبعدين تقسميه كده شكل طولي، وبعدين تقطعيها برضو بالعرض، وتاخدي كل جزء تشكليه على شكل كورة في ايدك وتلفيه بالمنظر اللي انت شايفاه ده. شايفاها سهلة جدا جدا، مفيش اسهل من كده تشكيل خالص. هشكل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، سهلة جدا جدا. قطعت العجينة واشكلها كلها. بعد بقى ما اتشكلت معانا وبقت جاهزة ما شاء الله، هبتدي ان انا بقى معايا سمسم. ده سمسم ابيض، انا جايباه ابيض عشان طبعا القرص وانا بسويها في الفرن هتحمر معايا، فهيطلع السمسم هيحمر معايا. هاخد كده قرصة قرصة كده، او العيش بتاع البرجر كده، هاخد خبزاية كده بخبزاية واضيف الوش بتاعها كده على السمسم واضيفها في الصينية. وهنا الصواني مدهونة دهنة صغيرة بالزيت، تمام، عشان بس اتأكد ان العجين ما يلزقش معانا في ارضية الصينية. تمام كده يا قمر، شايفين ما شاء الله جميلة اوي ازاي. كفاية انك عاملاها في البيت، سهلة وسريعة واقتصادية جدا جدا، مش مكلفة خالص. عملتي عيش البرجر في البيت بدل ما تشتريه من بره. هنا بكمل باقي الكمية معايا بعد ما مليت الصواني معايا. يعني عايزة اقول لكم نص كيلو من الدقيق عمل معايا فرح، عمل معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. شوفوا كام صينية معايا، 1 2 ادي 3، وهعمل الصينية الرابعة كمان. ما شاء الله كل صينية في قلبها حوالي 10 أو 12 كمان. يعني عملنا حوالي 50 عيش برجر من نص كيلو دقيق. شوفي بقى بتشتريه من بره بكام وما تكلفناش حاجة خالص. يعني انت ممكن تعجنيه بمية بس، يعني هي خميرة ومية، والسمسم موجود عندك في البيت عادي، يعني ب5 جنيه سمسم هيظبط لك الدنيا. بصوا بقى الجمال والحلاوة، خلصتهم بقى بالمنظر ده كلهم كده وبقوا جاهزين معانا. باخد جزء جزء كده واضيف وشه في قلب السمسم وارص في الصينية. بصوا دي الصينية بس الأخيرة هي اللي خدت حاجة بسيطة عشان كانوا آخر حاجة معانا. بصوا بقى جمالهم وحلاوتهم ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة روعة. وكفاية النظافة والجودة، وكفاية انك عاملاه بنفسك في البيت. وحلوة جدا بقى للفطار للعشاء. لو حبيتي بقى تعملي لهم عشاء كده بقى كده زي بتاع المطاعم جميل، تجيبي بقى البرجر وتحمريهم، ومش شرط برجر، ممكن عجينة الكفتة عادي تحمريها بقى كده وتضيفيها في قلبهم، هتبقى في منتهى الجمال معاكي. بصوا احنا هنغطي الصواني ونسيبها تختمر مرة كمان بعد التشكيل. وهنبتدي بأول صينية احنا عاملينها. وطبعا هتشغلي الفرن مسبقا قبلها ب10 دقايق، لان المعجنات لازم الفرن يكون ساخن جدا قبلها. تمام كده. وبصوا انا ضايفة مية سخنة برضو في الأرضية وعليها الصواني، وهغطي الصواني عشان العجين يختمر معايا بكل سهولة. بصوا بقى اختمر معايا ازاي. هبتدي بالصينية الأولانية اللي أنا مشكلاها، اختمرت. بصوا حجمها تضاعف. دخلتها بقى الفرن كده مشغلاه قبلها ب10 دقايق. وأول ما تخرج من الفرن بتجهزي بقى بخاخة مية أو بترشيهم رشة بسيطة كده من المية عشان يطروا معاكي، وتغطيهم بقى بالفوطة. بصوا ما شاء الله بقوا جاهزين معانا ازاي اهو. حطي الصواني على بعضها وغطيها بالفوطة عشان بس ما ينشفوش معاكي، وتبقى معاكي طرية وحلوة، ترد معاكي وتبقى حلوة بالمنظر ده. شايفين ما شاء الله الأرضية محمرة وجميلة، والوش ما شاء الله عليه حاجة كده في منتهى الجمال. تقدري بقى تجيبي السكينة كده وتقطعيها من النص كده بالسكينة، وتضيفي البرجراية في قلبها كده مع شريحة كده من الجرجير، مع شريحة خيار زي ما انت عايزة. الولاد وهم رايحين المدرسة بقى ياخدوا معاهم كده في اللانش بوكس، برضو جميلة. تفطري انت كل يوم الصبح برضو حلوة. عايزة اقول لكم حتى لو ما عملتوهوش عيش برجر وكلتيه كده مع كوباية شاي برضو حلو جدا. بصوا برجراية كده بحجم صغنن اهو على قد العيش بتاعنا، ضفتها برضو في النص اهي ما شاء الله عليها، ومعاها قطعة خيار ومعاها
قطعة من الجرجير وما شاء الله. يا رب بقى الفيديو بتاع النهاردة كده يكون عجبكم، مليان أفكار كتير حلوة. وما تنسوش اللايك يا حلوين عشان تعبنا في الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وخلصت وصفتنا وافكارنا، ما شاء الله افكار جميلة وسهلة واقتصادية وكده. خلصنا وصفات النهاردة في ساعة واحدة بس. عملتي وصفات فطار وغدا او فطار وعشاء، ما شاء الله. مليتي تلاجتك ومليتي الفريزر بتاعك. بصوا الجمال والحلاوة، حاجة كده وهم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.